صباح الخير او مساء الخير زي ما بتشوفونا او الوقت اللي انتم بتشوفونا فيه. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من ارت اتاك بودكاست. النهارده معنا ضيف مميز، ضيف جديد. هو مش جديد على السوشيال لكن جديد عندنا في ارت اتاك. احنا فخورين جدا جدا ان هو معانا، متميز ومميز وما شاء الله ليه طله. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ احمد، عامل ايه؟ الله يخليك. اخبارك ايه؟ حضرتك نورتنا في ارت اتاك. حبيبي ده نورك بجد والله، والله تسلم. مبسوطين جدا ان انت معانا. حبيبي والله تسلم، الله واكيد يخليك. الناس كمان هتبقى مبسوطه معاك. اكيد ان شاء الله، يا إن رب شاء يكون الله. ضيف خفيف بس عليكم. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. نورنا حضرتك. حبيبي حبيبي، تسلم، الله يخليك. الله يخليك. اول سؤال بيقول محمد الجمل. محمد الجمل. محمد الجمل صاحب فكره وصاحب البراند حباش ام حسن. ايه حكايه حباش ام حسن؟ حباش ام حسن، انت فاهم ان دمنهور كلها مشهوره بحباش ام حسن. ما شاء الله. دي اكله اجدادنا دي. من ابو الجد بقى، من ابو أكل. الجد والجد وابويا وان. من الاجداد. من الاجداد، من قديم القديم. من قديم القديم، ازيد من 150 سنه. طب يعني لو قلنا مثلا تاريخ فكره حباش ام حسن، ايه الحباش اصلا او فكره الحباش؟ فكره الحباش دي جت، انت عارف ان في طحينه بيضه موجوده، فكل الناس بتعمل ايه؟ اللي هي سلطه الطحين. تحط شويه الميه وشويه التوابل والكلام ده كله وتقلب، والليمونه ولا خلصت القصه كمان. فجاء ابو جدي الله يرحمه ورحمه الله عليه، قال لك طب ما نعمل الفكره دي بس بالطحينه الحمراء هكذا. فعمل الفكر، عمل عادي وخلاص الدنيا زي الفل. طب فجي جدي الجيل الجديد قال لك طب ما نضيف طماطمايه عليه. طب زمان بقى ما كانش فيه مبشره، بقى طلعت مبشره، ما كانش فيه مباش. فتح طماطمايه من النص وبيفضي قلبها بالسكينه او بالمعلقه وفي قلب الطبق، وحط عليها الطحينه الحمراء والحباش البودره الخلطه بتاعته اللي هي البهارات وشويه الملح وعسله الليمونه وشويه الخل وفص الثوم، وقلب الكلام ده هوب بقت اسمها ايه؟ حباش. طب كلمه حباش جت من ايه؟ من تحبيشه. كان اسمها حبوش زمان وبعد كده طورت الاسم بقى اسمها حباش. حاليا احنا مسمينها اسم حباش ام حسن انتسابا لجدي لان هو اللي اخترعها. هو زمان الناس اللي عصرته وعشرته كان ده يقول لك ملك الحباش، بس انا ما بحبش كلمه ملك الحباش دي لان الملك هو الله، ده معروف. بس ايه، حباش ام حسن وخلاص. بدانا نشتغل واحنا بقى عليه. لا لحظه ومدينا على المنهج اللي احنا اتورثناه. لحظه واحده بقى عشان خاطر كلمه ام حسن ديت. اكيد المشاهدين كلها نفسها تعرف مين ام حسن. يعني أنا واحد من الناس عايز اعرف مين ام حسن. ما انا بقول لك اهو، ام حسن، حسن ده اللي هو جدي، فام حسن انتسابا لجدي. الجد اصلا اسمه حسن. جد اسمه حسن. وانا اخويا الكبير اسمه حسن، فبنقول له برضه امي ام حسن فعادي. فاحنا خصصنا الاكله دي باسمها كذا. طيب مكوناتها، الناس تسال مكوناتها ايه طب وايه واخده ضجه، ودي حاجه عامله دي نوع زي من انواع المقبلات، وكل اللي ياكلها يحبها. اطفال سواء مسيحي او مسلم لان هي ما فيهاش مفطرات من اخواتنا المسيحيين. طب بتتكون من ايه؟ من الطحينه الحمراء. الناس تقول لي طب ايه هي يا عم الطحينه الحمراء؟ احنا نعرف الطحينه البيضاء اللي هي العاديه بتاعتنا. الطحينه الحمراء دي ده سمسم احمر بيجي من الصعيد، اسمه ديل الجمل، او بيستوردوه من نيجيريا. سمسميه حمراء بتتغربل وتخش مرحله الغربال بتاعتها والتحميصه والكلام لحد ما تطلع معاها طحينه حمراء صافي، لا تضيف لها الواح ولا تضيف لها طعوم، طبيعيه زي ما هي. بناخده احنا الطحينه الحمراء دي بنعمله طبعا خلطه الحباش البودره اللي هي خاصه بينا احنا، بتبقى كلها مواد جافه على مواد سايله، وبتبقى مثلا في داخلها بهارات بس حصى. بتبدا تشتغل هنا المبدا الاساسي طماطم، وتحط عليها الحباش البودره وتملح، تحط شويه الملح، فص الثوم، نص الليمونه، معلقه الخل، وشويه الكمون الحلوين، مع شويه البهارات وسن الشطه لو بتحب حراق، وبلحه بشره بلح جوز الطيب ده، بس ده اختياري، ده اختياري عادي. وتحط الطحينه الحمراء وتقلب مع شويه زيت حار بلدي. القوام بتاعها لا يكون تقيل ولا يكون خفيف، يكون وسط. ميزه الاكله دي مفيده ليه؟ عندك الطحينه مفيد، عندك الكمون نفسه مفيد، الكركم نفسه اللي داخل في الحباش مفيد، البهارات اللي موجوده في الحباش البودره غنيه يعني مفيده جدا ما فيهاش ضرر، خلاف الفول والفلافل. الفول لو كلت منه كتير كل يوم يتعب رجليك، يجيب لك النقرس، مش عارف تقف على رجلك، يوقف دماغك. انما دي كلها كالسيوم، الليمون، الخل، فص الثوم، كلها مواد طبيعيه ما فيهاش ضرر، الاطفال بيحبوها. دي تتحط كنوع من انواع المقبلات وممكن تبقى اكله اساسيه، بس في رمضان دي وجبه اساسيه على الطبليه في رمضان. بتتاكل بقى جنب عيش بلحمه، جنب بورمه، جنب سمك،
مع شويه تحابيش بقى. ده حقيقي. دمنهور هنا بتحبها بايه؟ شويه فول بدغديع، مع بطاطس محمره، مع شويه الحباش، مع حزمتين جرجير، حاجه كده، حاجه شعبي. الاكله دي كلها، الحوار اللي انا قلت لك عليه ده كله ب 50 جنيه. يعني 50 جنيه هتاكل انت واولادك. هكذا بقت اكله بسيطه، اكله البسطاء والاغنياء. معاك ب 5 جنيه هتاخد، معاك ب 100 جنيه هتاخد، ما معاكش هتيجي برضه وتاخد. عمر ما حد جه على باب محل لحد تاريخ الان وكسرت بخاطر. يجي مثلا واحد يسال الله على طول، مثلا محضرين فك، بيديله جنيه ولا حاجه فك، يقول لك لا انا عايز حباش. اديله حباش ياكل. الراجل عايز ياكل، ما ياكلش، ياكل. هو بياكل من جيبي؟ ده بتاع ربنا. هكذا جت اكله اسمها حباش بقى ام حسن، وبقت دمنهور مشهوره بيها. ليه؟ مش موجوده في اي حته في العالم. كلمه حباش دي مش موجوده في اي حته في العالم غير في دمنهور بس. بس الحمد لله والشكر لله، ما في حد كل الاكله دي من عندنا واشتكى او ما عجبتهوش. ليه؟ احنا بنعمل حاجه بحب. الماده والمكسب ده مش حاطينه في حسباناتنا. انا اهم حاجه عندي ان أنا نطلع حاجه الكواليتي بتاعها حلو، طعمها مميز، اللي ياكل كده يقول لك ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. طب بيجي لي دكاتره من دمنهور من هنا، يقول لك انا عازم الناس على حباش. يعني انت يا دكتور سايب اللحمه وسايب الفسيخ وسايب الكلام ده وعازم على حباش عشان مشهورين بيه، وناس جايه مخصوص من سفر لناس قرايبها هنا عايزه تاكل حباش. طب يا عم، طب انا عازمك على ملوخيه، طب عازمك على صينيه مندي، طب مش عايز يقدم له الدنيا بحال. انت فاهم ان البحيره واهل البحيره اهل قرى. يقول لك لا انا سمعت عن اكله حباش ام حسن وعايز نجربها. يجي رايح يجي الراجل جاي لي يعمل له علبه الحباش، يتوهم منه، بقت خلاص اكله مظبوطه. حتى اللي مسافر بره مصر عشان البودره والبهارات دي مش موجوده، بياخدها مني بودره وبياخد طحينه وبيصنع هو عنده هناك. طب الصلاحيه بتاعتها قد ايه؟ الصلاحيه الطحينه سنه، والحباش البودره سنه. الحباش الجاهز اللي احنا بنعملوه ده اخره يعني في الحر ده ساعتين ثلاثه، لان الجو وحش. انما في الشتاء ممكن اخره 24 ساعه بره الثلاجه، والاكله تحط لازمه في الثلاجه. أكلة مميزة معروفة في دمنهور، دمنهور كلها بتحبها. محمد الجمل صاحب أم حسن، صاحب حباش أم حسن، تمام؟ قبل ما يدخل عالم السوشيال ميديا وبعد 2 مليون و100 ألف. ما شاء الله، 2 مليون و100 ألف، يعني عدد كبير جدا من المتابعين. الحمد لله. الرحلة دي إيه اللي حصل فيها؟ والله رحله بص صعبه وطويله، وعايزه صبر، وعايزه ايمان بالله، وعايزه يعني اذا العاطي زوهق ان العاطي زوهق لا تسالنا عن السبب. صحيح. هي كل قصه اي نجاح في الدنيا بيبدا من فكر. فانت قاعد عملت فكر، ومش هدف انك توصل اللي انت فيه. يعني انا عمري ما تخيلت ان انا نوصل لرقم 2 مليون و100 الف، والسنه الجايه تلاقيهم في زياده وده في زياده. عمري ما تخيلت ان نوصل للرقم ده. انا لما كان بيوصل مثلا عملت الفكره، عملت الصفحه دي في تاريخ 2018 وعملتها وركنتها بسبب فيديو. كانت قناه دريم كانت عاملاه لنا تبع الاستاذ عمرو جوهر. عامل لنا فكره، فانا قلت عملت الصفحه وقلت نزل عليها الفيديو ده. هكذا. طيب 2019 2020 جت كورونا، الدنيا قفلت ولازم تقفل الساعه 5، فانا عندي وقت فاضي من الساعه 5 لحد تاني يوم. طب الوقت الفاضي ده انا هنستغله في ايه؟ نستغله في الهيافه ولا نستغله في شغل؟ نستغله في شغل. فانا قلت لا، اعمل الصفحه واشتغل، الناس اللي في دمنهور تشوفها. واحد عايز ب 20 جنيه حباش، واحد عايز نص كيلو حباش، واحد عايز منك حتتين مخلق، هكذا. بس ده اللي كان في دماغي. بدات نعمل الفيديو واحده واحده. كانش عندي زيرو متابعين، كان زيرو متابعين. بدات واحده واحده ايه، ومع الشير ومع الكلام ده بدات القناه بتاعتي اللي بدات الصفحه بتاعتي تكبر، لحد ما عملت فيديو اسمه عمري ما نقدر ننساه. لحد تاريخي الان الفيديو ده انا عامله مثبت على اليوتيوب. بقاله زي بتاع 7 سنين كده، من 2000 و 2000 كام تقريبا 2020. فبقى انا بادئ من 2020. فالفيديو ده انا مثبته عندي من تاريخ 2020، يعني بقاله دلوقتي 5 سنين. 5 سنين. ومش هنغيره زي ما هو محطوط، زي ما هو مش هنغيره. طب ليه؟ لان الفيديو ده وش الخير عليا. ده كان صفحتي كانت 1000 متابع. الفيديو ده لما نزلته علم معايا الصفحه ل 11000، والفيديو ده جه 4 مليون مشاهده بس. الفيديو ده
كل الكومنتات اللي فيه سلبيه، مفيش كومنت واحد بيقول الله ينور عليك. كل الناس كانت كل الناس كانت بتشتمني، وكل الناس كانت بتقول لي لا وغلط وانت مش فاهم حاجه وانت. بس انا خدت الكومنتات السلبيه دي، اي حد يكتب لي كومنت سلبي بناخده. طب ده شايفني من وجهه نظر انا عامل ازاي، وده شايفني انا عامل ازاي، طب ايه الغلط اللي انا عملته هنا، ونصحح من غلطي. مش عيب ان الواحد يغلط، صحيح، بس العيب ان هو يتمادى في الغلط. كلام سليم. انما انت الغلط اتعلمت من الغلط بتاعك فانت بتصححه. هكذا بدا الموضوع معايا. دخلت بقى في مجال بقى ايه، الفيديوهات واحده واحده لحد انا ما بقيتش عارف انا بنعمل ايه. الفيديو اللي انت بتقول عليه كان وش الخير عليك، ده كان عباره عن ايه؟ ده كان سلطه الطحين. انا كنت بنهبط في الفيديو ده، كنت هبيت ده واحد درجه اولى، عشان كده الناس دخلت هجمتني فيه. يعني ايه الهبد اللي انت يعني انا كنت عامل الفيديو ده، كنت عامله سلطه الطحينه. انا متعود ان اعمل سلطه الطحينه بالميه العاديه، ما دي طريقتي اللي انا معتاد عليها. حتى لو على باب المحل واحد يقول لي اعمل سلطه الطحينه، بنيجي اعمله بالميه العاديه. ناس تقول لك لا، طب ما انت احنا بنعمل بالميه السخنه، انت ليه عامله بالميه العاديه؟ طب هي هتكلكع معايا ولا مش هتكلكع معايا؟ طب الفيديو مدته 4 دقائق، والفيديو ده من غير مونتاج زي ما هو، ولا اي حاجه غيرتها فيه. لدرجه الراجل اللي كان بيصورني بالعرض، فانا خدت ايده بالفيديو ورحت جاي اعملها بالطول. كل الكلام ده في الفيديو. طيب الوصفه اللي كنت بنعملها، عملت الطحينه مع الميه، حطيت عليها الملح والكمون عادي خالص، اي مشكله. بس رحت جاي هابط بقى، قلت انا مش هناكل فراخ دلوقتي ونحط على سلطه الطحينه زبادي، دي جرف. الناس دخلت هجمتني بقى. طيب انا مش هنحط دي على سلطه الطحينه عشان ده بيعمل فشل كلوي. احلى هبيت في مصر. الناس جبتها منين دي؟ جبتها منين دي؟ والله جت كده، والله جت كده. ورحت جاي فاتح جزاز زيت 5 لتر، وعشان اخد منها ايه 10 جرام زيت على الوش. تخيل انت دي، واخد جزاز زيت 5 لتر عشان تفتح كده وتحط حتى بس ايه شويه زيت اكل عادي. الناس داخل بقى تقول لي طب انت بتتكلم في زيت العادي، طب ما حطيتش زيت ذره ليه؟ ما حطيتش زيت زيتون ليه؟ انت عامل لي بزيت انت كده خربت الدنيا صح. وبلح جوز التين يقول لك ده انت كده ده حرام، دي اكله محرمه، دي فين ايه عشان هتبدا على بلح جوز التين. هكذا خدت كل كومنت قعدت نحلله. طب ده بيتكلم، طب ما حقيقي فعلا الراجل ده بيتكلم صح، لان خلطه تتبيله الفراخ بيتحط لها زبادي، وانت عامل سلطه طحينه عادي بتحط عليها زبادي. فجاء عمي قال لي طب ما انت ممكن تعمل سلطه طحينه باللبن. قلت له باللبن؟ قال لي هات لبن وحط عليه بس كده طحينه وجربها. لقيت الموضوع في عالم تاني، في حته تانيه. بدات بقى تستمر واحده واحده، تاخد فكره ده، تتعلم حاجه من ده. ومش عيب الواحد يتعلم، محدش اتولد علام، كله لازم يكبر كده ويتعلم. مش مثلا بيقول لك يموت المعلم وهو بيتعلم. صحيح. فانت باشا تتعلم، ما هوش عيب، ومش عيب انك تدفع فلوس عشان تتعلم. دي ريحه السوشيال ميديا. وطبعا لما بقيت تبدا في دمنهور، محدش طبعا في الميديا تما بيحب مثلا ان هو يساعدك، كله عايز منك، عايز يساعدك بمقابل. طب انت ما فيش الاول، لا حضرتك عايز تنزل عندي اعلان لازم تدفع لي 500 جنيه في الاسبوع. الموضوع ده موجود. طب في فيديو نزل في جروب كده بالخطا، او مش بالخطا بالقصد، ولما لقى ان احنا داخلين من رد وفرحانين بالفيديو وهو واصل 25,000، وقف الاعلانات عليه، وقف الكومنتات عليه، تطلع ليه؟ ادفع الاول يا باشا، ادفع عشان تعمل، ويتعمل لك طرد من الجروب كمان، يلا مع السلامه انت مين؟ بنفس القصه. طب ولما وصل، ده انت حبيبنا، ده انت اخونا، ده انت الذي والذين. بس برضه الحمد لله عمري ما زعلت حد. يعني في مجال السوشيال ميديا ما حدش بيساعد حد. ما حدش بيساعد حد، ولو عايز معلومه من اي حد عمر ما حد يقدر يقول لك على معلومه، وهو معاه المعلومه مش هيخسر حاجه غير لما يعلم غيرك. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني خيركم من تعلم العلم وعلمه؟ طب انت شايفني جاهل بالموضوع، وشايفني مثلا وسالتك على حاجه تدلني، لله يا اخي اعمل خير، نفتكرك حتى بيه. مفيش الكلام ده، مفيش. بس استاذ ايمن مرجان الله يمسيه بالخير صاحب صفحه دمنهور، الراجل ده جالي المحل قال لك اعمل فيديوهات ويا باشا ونزل واشتغل والكلام ده كله. قلت له ما انا مش فاهم حاجه، انا عايز حد بقى ايه ياخد مرتب كده ويمسك لي الصفحه والكلام ده. لقيت المرتبات بيتكلم في كلام عبيط، يعني انت بتعمل ايه يعني؟
اركب. بدات انت تنزل مع نفسك، وبدات تتعلم المونتاج مع نفسك، وبدات ازاي تعمل اعلانات مموله مع نفسك، وبدات ازاي تسوق نفسك. انت كل نفسك كل شيء، ما تعتمدش على حد. ليه؟ ما حدش هيديك معلومه ببلاش. تخيل انت تبقى نايم وما عايز معلومه من واحد، وكل شويه ترن عليه ما يردش عليه. ليه؟ ما عشان حضرتك ما نفعت. فمجال الميديا، يعني انا مثلا لو اي حد دخل بيكلمنا على الميديا ازاي نكبر وازاي نعمل وازاي، والله العظيم بنقول له التجربه اللي انا مريت بيها، وهو صاحب القرار. هو كل القصه عايز ايه؟ عايز صبر، محتوى مفيد، محتوى جيد، عايز قبول من عند ربنا، والناس هي اللي بتساعدنا على الكلام ده. يعني انا لو فضلت انزل كل فيديو وناس داخل بتهاجمني هننزل تاني؟ مش هننزل تاني. خلاص البني ادم عندنا ايه اللي هو شويه كرامه وشويه دم. مفيش خلاص الكلام ده. انت مش فلوس، حتى لو معاك ملايين، بس احنا حالتنا كرامتنا ودمنا. ما نسمحش لاي حد ان هو يقل مننا مثلا، او يقول لنا كلام ما يعجبنا هكذا. طب سؤال بصراحه، نعم. انت حاليا دلوقتي في الوقت الحالي، وده السؤال ده غالبا كل الناس بتساله بالنسبه للناس اللي بتشتغل في الميديا او اللي نفسها تشتغل في الميديا، حاليا انت تتربح من الميديا؟ حقيقي متربح من الميديا. يعني ربح كويس يعني؟ ده بتاعت ربنا، ارزاق. يعني بتبقى ارزاق والله. مثلا بتبقى ارزاق. هي على حسب. مش هنحسد. لا والله. والله ابدا، بس هي ارزاق. مش هنقر عليه والله العظيم. والله العظيم ثلاثه، انا عندي قصه الحاسد والكلام ده كله، والله العظيم ولا شغال. قسما بعز جلاله الله. لا تخيل، هو بقول لك مثلا انت ناس كتير جت على كرامتك، وجت على كرامتك، وجت على رجولتك علشان خاطر فلوس. موضوع صعب. انا مريت بمرحله، كل مثلا ما يبقى في خطوه نجاح في حياتي لازم ناخد الخطوه دي في دماغي ما نسيبهاش. مرحله ايه؟ انا واحد من الناس كنت عامل قروض في 3 بنوك، وعندي جمعيات، وعندي جمعيات رجال اعمال اللي هي السياسات اللي بتيجي تقف على الناس دي، وعليا فلوس بضاعه للناس، ومعيش فلوس ندفع لحد. الحمد لله والشكر لله، نظفت كل اللي عليا. كل ما فيش بني ادم في دمنهور ده يسالني في جنيه. تخيل يعني ايه اسمك يتبهدل في وسط التجار. محمد الجمل، لا 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 ده بياكل فلوس الناس ما بدوش حاجه. لا 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 ده عيله الجمل، لا لا لا. يجي مندوب جديد نازل السوق بينزل بضاعه هاجل، يا اخي انا عايز افتح بيت، يا اخي انا عايز ناكل. لا، مش لازم تاكل لوحدك. يقول له لا لا حاسب، خلي بالك منه، خلي بالك منه، ده كده، ده الفلوس ده بتاع الناس دي، هو موجوده ولسه عايش. يجي اي مندوب جديد ينزل السوق يقول لك اوعى محمد الجمل، اوعى المحل ده تنزل له بضاعه. ليه يا عم؟ المحل ده بياكل فلوس الناس، ده مش عارفين ده ايه. وحقيقه عمري ما نقدر ننكر. مش حقيقه اللي احنا كنا بناكل فلوس الناس، لا، حقيقه الناس دي قالت كده. والمندوب ما يجي لي، وبعد ما خلاص ونقول يا رب فكها عليا، نلاقي ده جاي لي هينزل لي بضاعه اجل. قلت يا فرج الله، هناكل عيش. نلاقي الناس زمت فيا، قطعوا عيش، قطعوا عيش. النهارده الحمد لله وشكر الله، اي شركه في العالم تستمنى لان نقول لها عايز بضاعه ومعيش ومش دافع، وهندفع اللي على مزاجه وعلى مهني، اقول له خد اللي انت عايزه، وعارف فلوسه فين. قسما بعز جلاله الله، ناس كنت نتمنى من ربنا ان نشتغل معاها في يوم من الايام. حيتان بضاعه، بس يا باشا فلوسك وقتي. طب انا معيش، ما تاخد، معكش ما يلزمكش. النهارده خد يا باشا ولا يهمك حاجه، وما يرنش عليك على فلوس. انما لو كان يديك مثلا حاجات صغيره، ويرن عليك تاني يوم على فلوس، وبعديها بساعه يقول لك انا عايز فلوس. هي دي الدنيا. ده مثال حقيقي بناخده كده قاعده في حياتي. فاللي معاه قرش يسوى قرش، ده الزمن. طب انا راجل دلوقتي اتولدت في دمنهور، مدرستي كانت في سوق البندر، مدرسه سيدي زرع. كنت نطلع من المدرسه نقف في المحل هكذا. فالشريط اللي انا مريت بيه ده، وكنا بنقف وننادوا مع السنة، كنت بنقف ننادي على المكرونه، على السمنه، نقف بياع، راجل بياع. اللي ما كانش بياع في السوق وهو صغير عمره ما يبقى معلم لما يكبر. ما لازم تتمرمط وتتهان ويتداس على كرامتك علشان تعرف قيمه اللي انت فيه حاليا لما توصل. طيب، حباش المحاسب، هيبقاش المحاسب. تمام، فيديو وش الخير وش السعد، انا واحد
ما قلت لك هو فيديو سلطه الطحينه، عمر ما نقدر ننكر ده، لان هو اول فيديو ضرب معايا. بعد كده جه طريقه عمل الحباش، الفيديو ده برضه عشان ما فيش طريقه عمل حباش ف12 معايا. جاب كام معاك الفيديو ده جاب 2 مليون في يومين. كان صفحتي لسه صغيره بس كان فيها طيب. ورحت جاي، طب انا مش عارف نعمل حاجه، رحت جاي اعمل فكره كده صغيره، رحت جاي اعمل فيديو مدته دقيقه ونص، وبتكلم بقول مثلا ايه بالنسبه للناس اللي بتسالني ايه هو حباش ام حسن، ايه هو حباش ام حسن، والناس مش عارفين ايه، والشيف داخل بيهبط في الاكله وقصه كده. فانا كنت داخل من هاجم بقى الشيف ده، اللي كان في واحد كان داخل مثلا بيقول لك ايه يعني حباش ام حسن ده مكوناته كذا 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 كذا، مكونات غلط كلها غلط قسما بالله كلها غلط. طب انت ليه مش عايز تقول على السر وايه هي المكونات؟ هقول لك على حاجه، انت ما شفتش اللي احنا مرينا بيه، يبقى انا هنطلع في كل سذاجه وبكل سهوله نقول لك يا حباشا المحاسب بتعمل كده؟ لا، مستحيل، ده سر خلطتي محتفظ بيه لنفسي. هتلاقي في ناس بنشرها على اليوتيوب وناس الكلام ده، بس كل الكلام ده اجتهاد مش الاصلي والخلطه بتاعتنا، دي حقيقه. الحباشة ام حسن دي حاجه ممتازه. معلش احنا ناس اتمرمطنا في السوق، ابويا وامي وجدي وابو جدي واني واخواتي، ونيجي يعني بكل سهوله نقول لك معلش اصل انا عايز مشاهدات وخد طريقه عمل الحبشه، ما ينفعش. بس الصحه عارف، التوميه عارف يا باشا، كل الكلام ده مكوناته موجوده وجاهز يا باشا للتحليل، لو فيها اي مواد كيميائيه نتحسن، كلها مواد طبيعيه، مواد سائل على مواد جافه على كركم على زيت على زيت حار على، يعني قلت لك معظم المكونات بتاعتها. ودخلنا معانا ادي الحباشا المحاسب. طب اللمسه في السر والعمايل نفسها، هنا اللمسه والسر والعمايل نفسها. انا عايزك تقول لي، مش ليا بس للمشاهدين كمان، عايزك تقول لي حاجه كده بطريقه حباشة ام حسن، تمام؟ وانت كده بتعمل كده الاكله والوصفه وتجيب كذا وحط كذا. قول لي على اكله كده ووصفه معينه تفرق قوي معايا، السنس في الطعم. ما هو هنا الفكره ان انا بحب نشتغل مثلا في اي وصفه تبقى سهله وبسيطه، لان انا نحب نخليك تقوم تعملها. هي سلطه الجبنه القريش دي محتاجه وصفه، حته الجبنه قريش عليها طماطمايه دي وصفه، طب سلطه الطحينه دي وصفه، بس في شويه تريكات صغيره انت بتحطها في ناس هي دي. بتعلق عليها. قول لي بقى تريكه طيب انت ما قلتهاش، حاجه انا كده، حاجه كده تبقى خاصه بينا احنا كده طيب في ارض. انا هقول لك على حاجه، ورقه لحمه ورقه بطاطس باللحمه العجالي يلا او بينا. باللحمه الضاني او باللحمه البقري ولا ايه، يلا بينا. تمام. يلا. احنا دلوقتي بنجيب البطاطس بتاعتنا بنغسلها ونقشرها ونقطعها تقطيع مكعبات، ونجيب عليها بصل وفلفل اخضر، بنحب نحط جزر. انت ما بتحبش الجزر براحتك، الجزر نوع من انواع السكريات، بحيث لو ملحت سيكه ملحت زيت شويه الجزر يمتص لي الحدوقيه البسيطه. لحظه واحده بقى، واحده واحده كده، عشان خاطر المقادير ديت الناس ماشي اللي بتسمعنا دلوقتي ممكن تكتبها. ماشي يعني اكيد في ناس هتسمعنا دلوقتي، فعلا الناس اللي بتسمعنا دلوقتي تكتب ورانا. تمام. ورقه ورقه يا ست الكل، ورقه ويلا بينا. ايوه كده. اه يلا بينا. يعني مثلا نجيب مثلا البطاطس، نقطعها بطاطس جوليان ونقطع البصل جوليان. طيب ممكن نحط جزرايه، فايده الجزرايه هنا لو انا ملحت زياده هتتمص، هيمص لي الايه الملح الزياده اللي فيه. ممكن نحط حته بطاطا لو في مثلا بطاطا صغيره، حته صغيره مش لازم كتير، وتيجي متبل يا باشا بالملح والفلفل الاسمر وبلح جوز الطيب هكذا. مش عايز بلح جوز الطيب ما تحط، بس هي ملح وفلفل اسمر بس. وتيجي نازل باللحمه بتاعتك على معاها طماطم مبشوره، طماطمايه مبشوره، وتيجي جاي حاطط هنا كرفس. الكرفس هينقل الموضوع ده في حته تانية، مش بقدونس ولا شبت، لازم كرفس. هي دي اللقطه. انا نحب الكرفس، الكرفس ده هيدينا ريحه فواحه، يعني هنعمل ورقه لحمه اخر الشارع هيشمها، ولو موديها فرن اللي هو الفرن البلدي بتاع الموجود في دمنهور ده هيضرب الفرن كله الورقه بتاعتي. بسبب، مش بسبب بهارات، انا ما حطيتش بهارات، هو ملح فلفل اسمر بس في العادي، بسبب الكرفس. وتخلط يا باشا كل الكلام ده في قلب بعضيه مع اللحمه، وتسيبها يا باشا وتدخلها فرن كده لمده ساعتين ثلاثه. يعني كلمه سر الكرفس. الكرفس، مم. كلمه السر في الحته دي كرفس. مم. انا بعملها كده. في ناس ما بتحبش الكرفس، اعمل بادوس، مم. البادوس حلو برضو جميل. مم. جرب الكرفس، ولو طلعت وحشه انا نتسال نتحاسب، دي وصف. الله ينور. الله ينور. كذلك بقى سلطه الطحينه. بص انا حريف سلطه الطحينه، حريف سلطه الطحينه زي ما تقول جوه، نعمل لك سلطه الطحينه دي بكذا نوع. احكي لي بقى النوع، بس نوع انت ما قلتوش لحد قبل كده. طيب انا عندي سلطه الطحينه باللون الاخضر، سلطه الطحينه باللون الاحمر، سلطه الطحينه باللون الاصفر.
عندي سلطه الطحينه بالطماطم اللي هي على طريقه رشيد. سلطه الطحينه العاديه اللي احنا بنعملوها بالميه، عايز تعرف عنه طريقه. عندي سلطه الطحينه بالخضار، طريقه جديده. مع كل الكلام ده طريقه جديده. طب الالوان ديت الوان كلها طبيعيه، بمعنى ازاي؟ انا دلوقتي عايز اعمل سلطه طحينه لونها حمراء، نعمل ايه؟ نيجي جايب سلطه الطحينه، عامل سلطه طحينه عاديه، ميه وطحينه عادي ومفيش اي مشكله، ومتبل بالملح والكمون والخل والثوم والليمون، مفيش مشكله، سلطه طحينه عاديه. نيجي جايب بنجرايه سلقها، ونيجي جاي مقشرها حته بنجرايه وحاططها في قلب الخلاط او في قلب الكم، وبنزل على سلطه الطحينه دي وضرب ضربه. طبعا هنا الطحينه اتحولت معايا للون الايه؟ الاحمر. بس كلها طبيعيه، مفيش الوان اهو، ما حطيتش الوان وما حطيتش حاجه، كلها طبيعي. وعملت لك افادتك كمان. افدت جسمك. ايوه. وتنزلها يا باشا، وحط عليها شويه سمسم كده او شويه حبه البركه وشويه زيت الزيتون او زيت الذره او زيت العباد الشمس اللي انت بتحبه. ده اللون الاحمر. طب اللون الاخضر بيجيب جرجير يا باشا وبتحطه نفس القصه. طب اللون الاصفر بتجيب مستردة. تمام، كلها حاجات طبيعيه. طيب سلطه الطحينه بالخضار، انا يا باشا رحت جايب ايه؟ جايب كوسايه. جايب كوسايه مع بصلايه صغيره مع طماطميه، ورحت جاي حاططهم كده في ورقه فويل، لا رحت جاي شويهم. جم من الشوايه، رحت جاي مقشر البصل وحطه في الكب، ومقشر الكوسه وحطيتها في الكب، والطماطميه حطيتها في الكب. حلو الكلام. تمام. رحت جاي حاطط على طحينه عاديه، مش سلطه طحينه بقى، حاطط على طحينه عاديه. بس الطحينه هنا بتعمل معايا حاجه اسمها ماده ربط، وتربط معايا المكونات السائله. رحت جاي حاطط الطحينه مع الملح، الخل، الثوم، الليمون، البادون، خل، الثوم، الليمون، التو... ال... 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 اه ملح، كمون، شطه، خل، توم، ليمون. ده راجع معايا بالراحه عشان خاطر الناس زمانها بتكتب معانا. حاضر. تاني كده، احنا مثلا دلوقتي عايز نعمل سلطه طحينه بالخضار مفيده. حلو. مفيده، حاجه هنفيدك بقى جامد. تمام. هتجيب كوسايه كويس، بنجرايه، هتجيب كوسايه، بصلايه، طماطمايه، هتحطهم في ورقه فويل وتشويهم على البوتاجاز، او تشويهم زي ما هم كده، تحطهم مثلا في شوكه او بالسكينه وتشويهم. شويتهم تمام. هتقشر البصلايه هتكون بقشرها. حلو. هتقشر البصلايه، هتقشر الكوسايه مع الطماطمايه، هتحطهم في قلب الكبه او في قلب الخلاط بتاعك. حلو. تمام. هتحط عليهم ايه؟ خل، توم، ليمون، ملح، كمون، شويه شطه. هتحط الطحينه. ما تحطش سلطه الطحينه. ليه الطحينه البيضاء؟ عشان الطحينه البيضاء هنا هتعمل معايا حاجه اسمها ماده ربط، هتربط لي المواد السائله. ما انت لو ضربت المكونات ديت المشويه هتديك حاجه سائله. لما تحط طحينه هتديك ماده ربط تربط لك الكلام ده، وينزل القوام الطحينه، سلطه الطحينه اللي انت عايزها. شويه زيت الزيتون فوق الوش او زيت الذره او زيت عباد الشمس، وهتاكل حاجه مش مفهومه بالنسبه لك، حاجه جديده. كل اللي هياكلها يقول لك ايه ده؟ دي طعمها حلو، بس هيدوس وهيروح معاه. طعمها جميل. طب دي بتتعمل ازاي؟ فانت هنا لعبت لعبه بسيطه ومفيده في نفس الوقت. جوعتنا يا عم محمد. حبيبي حبيبي يا حاج احمد، والله جوعتنا. حبيبي كده بعد كده هننزل نجيب طحينه ونقعد ناكل بعد بقول لك اني في سلطه الطحينه بالذات حريف. جيت في مره في رمضان اللي فات ده وعلى طول بعملها. عملت سلطه طحينه عاديه، بس حليت بميه ورحت جاي نازل بطماطميه مبشوره. ميزه الطماطميه اللي هنا هتاكل حاجه مقرمشه. هل انا عملت لك حاجه ضرتك بيها ولا افدتك بيها؟ افدتك بيها. بس هنا الميزه ان ديت ما تبات، تتاكل يوميها، لان لو باتت فيها طماطم الطماطم هتحمض. فيها طعم مميز. يعني انا برضو ما نحطش طماطم كتير، طماطم صغيره بس هنا التتبيله الرسمي ملح، كمون، شطه، ملح، جوز الطيب، مع الخل والثوم والليمون. دي حاجات اساسيه، الاساسي معايا، دول اساسي معانا. وتعمل يا باشا وتاكل حاجه كده كل اللي ياكلها يدعي لك. خلاف بقى بتوع المطاعم لازم يحط لي دقيق او ميه سخنه عشان تفرط معاه. يعني طعم الطحينه اللي عندي، سلطه الطحينه اللي عندي، غير مثلا ما بتاكلها في الافراح، غير ما بتاكل مثلا علبه طحينه من بتاع اي حد بتاع مشويات. ده ليه؟ لان هو لازم يحط دقيق عشان يديله فرط ويعمل كميه كبيره، يديله كميه كبيره. بس طعم رائع. مفيش طعم خلاص بقى. انت يهمك اهم حاجه الطعم اكتر اهم حاجه الطعم من الكميه. ما انا بقول لك، يعني انا دلوقتي احنا دلوقتي فاتحين المحل، مسمينه حباش ام حسن. كل حاجه فيه بنعملها بحب، بنعملها باخلاص. مش هدفنا خالص مكسب. انا مش هدفي مكسب، انا عايز اعيش مستور وخلاص. بس اللي ياكل منك يقول لك
حباشي ام حسن رقم واحد. انا اكلت سلطه الطحينه من عند حباشي ام حسن حاجه حلوه. انا اكلت سلطه بنجر من عند حباشي ام حسن حاجه حلوه. انا اكلت بابا غنوج على الطريقه السوريه حاجه حلوه. انا اكلت بابا غنوج بالطحينه العاديه حاجه حلوه. حباش ام حسن رقم واحد، هو فعلا رقم واحد. يعني يعني انا وانا صغير بيجي لي واحد معاه بتنجانتين، بتنجان مشوي شويه في الشوايه، خد اعمل لي دول. بنيجي اعملهم له بالطحينه وبتاع، بناخد منه 5 جنيه 10 جنيه 15 جنيه على حسب حجم البتنجان اللي هو جايبه. بناخد منه حاجات رمزيه، حاجات خفيفه. واحد جايب لي سلطه كده، خد اعمل لي السلطه دي، نعمل له السلطه دي. هكذا بدات. طب المحل ده زمان الاول قبل انا ما نخش ندير ونشتغل كان شغال بس على حباه وسلطه الجبنه القديمه بس. هكذا انا دخلت بقى، رحت جاي طب انا عايز اشتغل يا جدعان. طب يا عم طب نبدا ونعمل اي حاجه، طب انا عايز الناس تشوفني. ونبدا نقول لنفسي في الاول لا. طب انت هتعمل صفحه وهتعمل لي فيها ايه؟ ايه اللي احنا هنعمله في الصفحه دي؟ هنا بدايه الفكر. طب احنا هنعمل سلطه الجبنه قريش. يا ابني هي سلطه الجبنه قريش دي محتاجه وصفه. طب سلطه الطحينه، يا ابني يا سلطه الطحينه دي محتاجه وصفه. يا ابني بطل عبط اللي انت بتعمله ده وخليك مع نفسك. بناخد ندي مع نفسي. طب ما نجرب. يا ابني الناس هتضحك عليه، وفعلا كانوا بيضحكوا عليا. يعني في واحد دون ذكر اسماء جه قال لي في وشي كده: انت بني ادم فاشل، انت بني ادم مش ناجح. والله العظيم. ونفس البني ادم ده هو جالي تاني: الله يبارك لك على الحاجات اللي انت بتعملها على النت دي، انت بتجوعني، انت مش عارف ايه. يعني الاول ذم فيا: انت بني ادم فاشل ومالكش قيمه ومالكش لازمه. وراجع هو نفس البني ادم ده قال لي: انت كويس وانت حلو وانت جميل وانت سكر وانت بابا وانت ماما. هنا بعد النجاح بقى. بعد النجاح. ما انا ماشي. انا كنت مثلا اي فيديو يجيب معايا 1000 مشاهد، 1000، نبقى ماشي بقى بص، بقول لك يا ارض نهدم عليك يا جدي. ماشي فرحان مبسوط. 1000 واحد شافني. شفت 1000 واحد شافني. مع ان هو ممكن ياخد في فيديو ثانيتين ثلاثه، دي مشاهده تحسب، يعني مش شرط يكمل الفيديو للاخر. بقيت ماشي فرحان مبسوط. طب لما خدت الموضوع، انا داخل الموضوع ده مش داخل ان انا مثلا نتربح منه، انا داخل عايز اشتغل. ده هدفي. طب نشتغل. والناس كانت بتتريق عليا: يا بتاع سلطه التونه، يا بتاع مش عارفين ايه، يا شيف شربيني. كانوا يتريقوا والله العظيم. النهارده محمد الجمل واحد بس، حباش ام حسن رقم واحد. انت فين يا حبيبي؟ ده انا قدام حباش ام حسن، ده انا عندي حباش ام حسن. بقى معروف حباش ام حسن. خلاص بقى معروف فين مكانه. معظم الناس تقول لك: يا باشا انت خلاص انت وصلت ل 2 مليون و100 الف، انت النهارده ما ينفعش تركب موتوسيكل ولا تركب عجله وتمشي، انت لازم تجيب لك عربيه. طب انا في مقدرتي نجيب عربيه، بس انا حابب عيشتي كده طبيعي، بني ادم طبيعي. واللي يقول لك ايه: اعوج لسانك وانت بتتكلم، اتكلم بالموضه، اصل انت واجهه دمنهور، اصل انت مش عارفين ايه. بس انا ما فيش حد في دمنهور اتمرمط زيي. انا واحد من الناس، معلش يعني، والكلام ده مش مكسوف انا بنقوله. انا كان عندي سويت شيرت واحد لونه احمر، كنت على طول نشتغل بيه الصبح ونروح بالليل نغسله ونلبسه ثاني يوم. هكذا 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 هكذا. انت عارف يعني انت، معلش يعني، قاعد بنكلمك ونقول لك انت لما تيجي اماكن زي دي تبقى لابس لبس كويس، كانك خدت سكينه كده حطيتها في قلبي. كلمه جالت لي خلاص انا مش عارف في ايه. لا يا باشا احنا لازم تهتم بمظهرك ولبسك. انت ما ينفعش انت ازاي كده؟ طب ما انتش حاسس بظروفي. انا كنت في ايه؟ انا بمر بايه؟ هو في واحد مننا مش حابب ان هو يلبس ويتدلع، يخرج ويتمتع كده؟ انا واحد من الناس شبابي ضاع عمر، كل شبابي بس اللي هي ظاهره شبابي اللي المفروض ايه؟ بابا هات المصروف انا طالع نتفسح اسكندريه، بابا انا في رحله في حته فلانيه عايز فلوس. يبقى الناس بتاخد فلوسها من ابهاتها، وانا ابويا سابني نخبط في الدنيا بس ساب لي مكان نشتغل فيه. اعمل بقى نفسك بنفسك فيه. طب انت خسرت واتمرمطت وبتاع، حاجه انا ماليش ذنب فيها، اتحطيت فيه. ما كانش قدامك غير هدف واحد انك تكمل، وانت عارف انت بتكمل على غلط. يعني انا عارف ان انا خدت ازازه الميه دي منك هنخسر فيه، بس مضطر ان انا ناخد. مضطر. ليه؟ ما هو باب دكانك كده عبد فاضي ما فيهوش حاجه وهتقفل باب دكانك. يبقى الرف بتاعي بتاع الدكان قاعد 5 سنين ولا قاعد يا رب 8 سنين، 8 سنين ما فيهوش جزاز زيت تتحط على الرف، ما فيه ابيض، ما فيش خالص.
فهنا البني ادم يقول لك ايه، شياكه وواجهه، زي ما يقول لك ايه، من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. طيب انا واحد من الناس زي ما قلت لك، لا انا مغضي شبابي كله في المرمطه والشقه وسدادين الدين، وسدادين الدين يوم عيد، والحمد لله والشكر لله وصلت لمرحله ان انا يعني نقدر نعيش مرتاح. دايما بيجي من المعاناه نجاح، طبعا يعني دايما هو بيقول ما حدش شايف اللي انت مريت بيه، هو شايف ان انت وصلت بس مش شايف اللي انت مريت بيه. واحنا يعني الحمد لله قلت لك انا داخل المجال ده ان انا عايز اشتغل، الناس تعرفني بس، ناكل لقمه تعيش بالحلال. لما الاقي واحد يكتب لي يا ابو وش سمح، ده مش بيديني حافز. اكيد طبعا. لما الاقي واحد بيديني بيقول لك انت وشك فيه قبول، مش بيديني حافز. طيب اكتر حاجه نجحتني اللي هي كلمه الصلاه على النبي. اقسم بعز جلاله الله يعني اي فيديو بعمله بتطلع مني تلقائي، مش مرتب لها، مش لا في الحته دي هنقول صلى على النبي، لا مش في الحته دي هقول لك اهم حاجه صلى على النبي. بتقولها ازاي؟ يعني انا مثلا دلوقتي النهارده انا عامل لك صلاه الطحينه، حاجه بسم الله ما شاء الله، حاجه ولا يا ولا حاجه على مزاجك. نبدا يا باشا، وعندنا صلاه، عندنا الطحينه البيضاء، واهم حاجه تصلي بينا على النبي. نقلب الطحينه عندنا ميه، الصلاه على النبي. شويه الكمون، الصلاه على النبي. شويه الملح، الصلاه على النبي. هكذا. ليه انا ممكن نقف، انا كنت بنقف في المحل من نادي مثلا على المكرونه، فمش هنقول المكرونه باتنين ونص، هنقول لك ايه، يلا صلى على النبي، يلا اهم حاجه صلى على النبي، صلى على النبي. هكذا. كلمه الصلاه على النبي هي دي سبب نجاحي. والرضا طبعا، رضا ابوك وامك عليك. انت عايز تنجح، انت عندك باب النجاح موجود، ما تنجح. ايه هو باب النجاح موجود؟ في معظم الشباب بيبقى عيال جحده على اهلها، يبقى معاه فلوس ومش عايز يجيب حاجه لامه، يبقى معاه فلوس ومش عايز يجيب حاجه لابوه، يبقى مثلا مروح ومعاه في جيبه 1000 جنيه، معاه في جيبه 1000 جنيه، مراته مثلا تقول له ايه، ده بتوع العيال. طب انت لو افتكرت ابوك بحاجه، هل ده فيها مشكله؟ لا، ما تفكرش ابوك بحاجه، انت خلاص بقى اتجوزت، انت ما خلاص ابوك مش ملوش لازم، انت تصرف علينا، انت توكلني. طب انت يا راجل رحت جبت شويه مانجا فص حلوين، او رحت جبت تورتايه حلوه، افتكر ابوك بحته صغيره. قسما بعز جلاله الله، النجاح اللي انت هتشوفه في حياتك ده حته ثانيه، انك ترضى ابوك وامك، ده اول حاجه، تراضيهم حتى وحشين حلوين راضيهم. ليه؟ ما معكش راضيهم. ليه؟ لان هم دولت سبب النجاح بتاعك. الله وتتقي الله، الله عليك، دي اهم حاجه، الله عليك، دي الحقيقه. ما بص، انا لما وصلت خدت الناس دي معايا، ما قعدتش لوحدي. انا ممكن نقول ليه، لا دي فلوسي، دي حاجتي، ما حدش حاجه عندي، ابويا ياخد، لا 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 لا، هو معاه، انا عارف ان هو معاه، بس انا اللي اديله. ايه المشكله؟ انا يا عم هو زعلان مني مثلا ومش عايز مني حاجه، نعمل الجرد ونروح نراضيه. ليه؟ ده مفتاح الجنه. انا عايز منه حاجه بس واحده، اللي هي الدعوه. الدعوه يقول لي بس روح ربنا يسهل لك الحال، روح ربنا يسترها عليك، هي دي اللي هتنفعني قدام. دي مفتاح الرزق. ما انا هقول لك دي مفتاح الرزق. ما احنا نقول لك على حاجه، العيال دي بتبقى جاهده على اهلها ليه؟ عيال مثلا شاب عنده 18 سنه، 20 سنه، 25 سنه، شاب وابوه راجل كبير، يجي مثلا يشتغل، يصرف على نفسه، يوكل نفسه، يمتع نفسه، يلبس نفسه، ينزل نفسه، ويشرب بره الحلو كله لنفسه، ويجي يروح لابوه يشتكي له بالفقر، معيش يجيب لك من ايه؟ طب الراجل يتجوز ما يسالش حتى على أبوه. ما يروحش لابوه ولا يروح لامه. طب ابوه محتاج علاج، محتاج بتاع، ما يسالش عندك مستشفى العام بقى، روح انت، روح يا باشا اتعامل. ما شافش بقى ان ابوه لما الواد ده اتولد كان بيشتكوا ويفرحوا ويعمل، ابوه كان بيعمل جرد عشان يفرحوا بس، يضحك بس. احنا كلنا عندنا عيال وبنروحوا البيت نتنططهم علشان ابننا يضحك لنا. ايه الرزق هنا؟ هي الرزق هنا. يقول لك ان انا مثلا ايه، انا ربنا مش كارمني ليه، انا معيش ليه. انا لدرجه وصلت لمرحله بصيت كده للسماء وقلت له يا رب، هي دي مشكلتي مالهاش حل عندك ولا حاجه؟ اقسم بالله واقف من كتر الخنجه بنعيط، من كتر اللي انا فيه. ما حدش بيشيل عنك، ما حدش بيقول لك نساعدك، حتى اللي في ايده مفتاح ان هو يشدك يساعدك بيدوس عليك. ايه؟ ما تقومش، تقوم ليه؟ انت مين عشان تقوم؟ وقفت كده في السما كده مخنوق مخنوق لحد هنا، لحد عارف انت واحد بقى خلاص انتهى، يبص كده للسما، قلت له يا رب والله العظيم ثلاثه، قلت له يا رب هي مشكلتي دي مالهاش حل عندك؟ مفيش حل خلاص مقفوله. 6 سنين يا راجل في معاناه، معاناه ومش بتاعتي، متمرمط. 6 سنين واخدهم درس وقاعده في حياتي.
ولحد حتى ما كنت في الثانوي لا ما عشتش عيشه وحشه خالص. هتحكي لنا دلوقتي عن موقف كوميدي حصل معاك وانت مثلا بتصور، وانت بتعمل فيديو، وانت بتعمل وصفه. والله في كذا موقف طريف حصل، وكل ما افتكر المواقف دي بنضحك بس برضه بنتعلم منها. جه مثلا واحد صحفي يصور معايا، بس صحفي شايف نفسه شويه، فما اعرفش المنطقه عندنا اي حد مثلا يعني بيعوج نفسه بيتنمروا عليه. فده جه بيصور معايا، ومش عارف كان مين بيناول حد، كان في حد بيناول حد طماطمايه يعني بيحدف يعني بينه وبين بعض كده، يقول له هات طماطمايه فلان يجي يحدف له طماطمايه. فالطماطمايه جت في مين؟ في الصحفي ده، وهو كان فاتح لايف وقتها، والصحفي فكر ان في حد حدفه وحب يشتم وحب كده، رحنا واخدين التليفون منه قافلين اللايف عشان دي كارثه، دي كارثه. هو هو ما تحدفش بالطماطم، هي الطماطمايه خبطت فيه. هو يعني حتى يحدفها مش قصده. واعتذرنا له وبصنا على دماغه، حقك علينا وما تزعلش وبتاع. ده واحد. اتنين، جاء عملت في وصفه مثلا وصفه سمك، وصفه سمك، وقاعد لا بيا ولا عليا وعايز اروح بقى، زهقت طول اليوم في الشغل عايز انمشي. لقيت واحد داخل لي بكيسين كده مليانين سمك، خد اعمل لي الوصفه دي. قلت له والله يا باشا انا بنعمل وصفات بس، انا ما بنعملش لا سمك لحد ولا الكلام ده، بنعمل لك وصفه انت تروح تعملها في البيت براحتك، انما انا ما بعملش وصفه حد. ده انا حبيب ابوك، ده انا مش عارف قريب ابوك، ده انا مش عارفين ايه، ده انا ايه، والنبي لا تعملها لي، والنبي. عملت له وصفه، لما جيت نحاسبه ما رضاش يحاسبني على الحساب اللي انا قلت له عليه، مع ان قسما بالله ثمن حاجه انا صرفتها عليه بس. قلت له اللي انت عايزه، وانا خدت حاجه منه ومشيت الدنيا. من يوميها يجي ما يدوش تمام. هو الراجل ده يجي ما يدوش تمام على طول. بس انت فاكرها له؟ ده اللي فاكرها له، ما هو خسرني. انا عاوزك تقول نصيحه للناس اللي عايزه تبدا في السوشيال ميديا. يعني في ناس يقول لك ايه، يقول لك السوشيال ميديا، ابدا سوشيال ميديا فعلا ولا بلاش؟ يعني في ناس يقول لك مثلا لا والله بتدخل ربح، بتدخل مكاسب، بتدخل. وفي ناس بتقول لا لا لا، ده في ناس يعني هتدي نصيحه، هل الناس تشتغل على السوشيال ميديا ولا لا؟ واكمال للموضوع او استكمال للقصه، لو دخل السوشيال ميديا ينجح ازاي؟ دي نصيحة من واحد ناجح على السوشيال ميديا للناس اللي لسه بتبتدي. عايز تنجح على السوشيال ميديا، انا طبعا مش هنقول لكل الناس عايز تنجح وعايز بتاع يخش على السوشيال ميديا، لان احنا لو دخلنا كلنا على السوشيال ميديا مين اللي هيشتغل على الواقع؟ مين اللي هيشتغل على الارض؟ طيب في ناس حابه تشتغل في المجال ده وعايزه تنجح. عايز اقول لك ما تبصش لحد، ما تقلدش حد، افتكر بدماغك انت واشتغل بدماغك انت. طيب اهم حاجه الف ب، تصوير كويس، مونتاج كويس. ده اللي انا يعني اللي انا ماشي بيه. طب نعمل ايه؟ اعمل محتوى هادف، ما تعملش الهيافه. اشتغل شغل بما يرضي الله، وقول ان وظيفتك مثلا كويسه، انت حابب ايه واعمله، انت شاطر في ايه وروح له. يعني انا الناس هي اللي جابتني في المكان في المنطقه دي، انا ما كنتش نعرف نعمل اي حاجه. بس هي الناس اللي شجعتني ان نعمل كده. آه، اي وصفه عملتها سواء مثلا بطاطس او فراخ او اي حاجه، دي هي الناس خلاص هي حطتني في اول الطريق، انا ما حطيتش نفسي، هم اللي حطوني في اول الطريق. واللي بيقول لي يا شيف واللي بيقول لي الكلام ده، طبعا كلمه شيف هنا كلمه كبيره، مش اي حد يقول له شيف. شيف هنا يعني راجل متعلم، شيف هنا يعني راجل داخل كورسات في فنادق ودافع فلوس وواخد شهاده اسمها شيف. ده اللي يتقال له يا شيف. طبعا الناس بقى النهارده على السوشيال ميديا اللي بتعمل اكل مثلا، عايزه تعمل قناه على اليوتيوب وتشتغل والكلام ده كله وتنجح وتكبر والكلام ده، بس الناس ما عندهاش صبر. طب ننجح ازاي بسرعه؟ مفيش حاجه اسمها ننجح بسرعه، لازم تمر بشويه مراحل الاول تعلمك. ما تبصش لحد، طول ما انت بتبص لحد انت مش هتنجح. بص لنفسك. انا عايزك النهارده تبقى احسن من امبارح، وبكره تبقى احسن من النهارده. شوف نفسك ايه اللي انت شاطر في ايه وحابب ايه واشتغل فيه. في واحده تقول لك انا ما اعرفش اطبخ، انا شاطره في الميك اب، اشتغل في الميك اب، بس اعمل محتوى هادف، علم الناس. انما اللي بينجح اليومين دولت اللي هم الهلس، بس عمره قصير ما بيطولش. يعني انت عايز تقول ان الجزئيه اللي هي بتاعت، يعني احنا لو ادينا نصايح كده نقول مثلا الاستمراريه،
المحتوى الهادف، المحتوى الهادف، واللي قبل بتقول تصوير كويس، التصوير كويس، صوت كويس، الصوت كويس، المونتاج كويس. وطبعا مع المحتوى الهادف، وطبعا والفكره بتاعتك تكون كويسه. وبعدين انت بتتوكل على ربنا، مش عشان محمد يديك لايك ولا عشان محمد يديك شيء، لا، انت بتتوكل على ربنا. وانت مهما تكبر فربنا اكبر طبعا. ان العاطي اذا وهب لا تسالنا عن السبب. صحيح. انت ابدا وقول يا رب وربنا هيرزقك. انما في معظم الناس بتحب تدخلك مشاهدات فيك، مثلا متابعين فيك. كل الكلام ده غلط. غلط في غلط. انا بداتها قسما بالله من الصفر، والكلام ده كان من قدامي وما رضيتش نعمله. هي طبيعيه جايه ماشيه كده، بص ببركه ربنا، لا ممول، لا ولا ندفع فلوس ولا الكلام ده. انا واحد من الناس ما بحبش ادفع فلوس لحد، بس نعمل ممول والكلام ده كله انا عملته في الاول، مش مجاش كده، عملته بس مره مرتين. بس في الايام الحاليه عشان مثلا لو شغال اونلاين ممكن نعمل اعلان للمنتج اللي نشتغل عليه. بس وده برضو يعني فكر خاطئ شويه. ليه؟ انا راجل دلوقتي عندي مثلا 2 مليون متابع، فبشتغل في منتج، ونفس المنتج ده ملايين الناس شغاله فيه. فانا دلوقتي راجل بشتري، اخد من صفحه ما فيهاش حد، ما فيهاش متابعين، وبس عامله اعلان كويس، يبقى المنتج بتاعها مضروبوش. لان كل الناس النهارده بتستسهل، بتجري ورا المادة. ما تنساش مثلا، يعني اوعى تظلم حد في فلوس ولا في شغل ولا في اي حاجه. ده مبدأ انا ماشي بيه. معظم الناس بتحب تحوش فلوس عشان تشتري حاجه معينه، ولما تروح تشتريها وتدفع فيها فلوس بتتخدع، فتفقد الثقه في السوشيال ميديا تماما. هكذا. طب انا لحد الان بعاني من الناس دي. ليه؟ انا مثلا دلوقتي ببيع منتج مضروب، عايز ابيع بيعه وخلاص، بعمل صفحه فيك، اعمل عليها اعلان، انزل المنتج بتاعي، الناس تطلب مني، لميت ثمن الاعلان ولميت ثمن الكلام ده كله وكسبت، والناس خدت كل حاجه وحشه. طب الناس عايزه ترجع لي، نعملها بلوكات. ده حاجه، ده نصب، ده نعرفه نصب. انت قصدك اللي هي الصفحات بتاعت الاعلانات الواحده دي؟ يعني مثلا انا بحب انصح اي حد بيشتري اي حاجه في الدنيا على الميديا، اشتري من صفحه تكون موثوق فيها. كلام سليم. صفحه كبيره. كلام سليم. بس من صفحه كبيره فين؟ تعرف فيك منين ولا مش منين؟ هقول لك على حاجه، ما انا صفحتي 2 مليون، ينفع ننزل بوست يجي عليه 2 لايك؟ ده طبعا ما ينفعش. اقل حاجه 500 600 الف. ده كلام حقيقي، ده كلام حاجات طبيعيه. طب بالنسبه لاي فيديو، اي فيديو لو ما عداش ال 100,000 على صفحه 2 مليون يبقى متابعين فيك. صحيح. انما نعمل فيديو ما يجيبليش 500 مشاهد وانا عندي 5 مليون، ما يجيش الكلام. صحيح. ده كلام صعب. صحيح. بس تشتغل بما يرضي الله، تتقي الله في اللي انت بتعمله، وتخلي ربنا دايما قدامك. يعني انا في ايه كده، ايه قرانيه مخليها دايما في قدامي على طول. هي الايه بتقول ايه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صحيح. دي انت اتقيت ربنا خرجك من الضيق اللي انت فيه. طب انت عايز تنجح، عايز تكبر، عايز تسد دينك، عايز ربنا يكرمك، عايز ربنا مثلا لو عندك حد تعبان عايز ربنا يشفيه لك، عايز ربنا يسترها معاك في الدنيا، زي ما قلت لك هترضى ابوك وامك، ده اول حاجه لو هم عايشين. قول لي بقى، ايه حكايه السوبر بتاعك كل يوم خميس دي؟ السوبر بتاعت كل يوم خميس، والله انا كنت ناوي والنيه لله ان انا نطلع كل اسبوع مصيف. يعني مثلا مره الساحل، رحله اسكندريه، مطروح، بتاع، لا رحله اليوم الواحد. طبعا رحله اليوم الواحد دي بتتكلف ما بين 500، وتتراوح ما بين 500 و700. فانا عندي عذر ما ينفعش ان انا نطلع. قلت طب انت هتطلع مثلا رحله 700 جنيه ولا 500 جنيه عشان تفرح نفسك وتفرح نفسك يعني، وتدخل نفسك السعاده وكمان غير جو. طب ما نعمل خير في نفس المكان اللي انا فيه بنفس قيمه الفلوس اللي بنعملها. بدات ابيع 20 لتر، وطبعا الجو حر، الناس ماشيه قدام مني في قلب السوق، ناس تعبانه، الحر مبهدلها. طيب ما ممكن نعمل ازازه ميه، خد ازازه ميه. طب ما نحلي بقى، حل ريق الناس ربنا حل بها يا. وخلي بالك ما تتابع 20 لتر النهارده بنعمل 50 لتر، بتتكلف معايا، بس زي ما تتكلف بقى، لان ده خير ربنا بعده. صحيح. ربنا بيعوض. صحيح. ربنا بيعوض. انا رفضت شغل، قسما بالله رفضت شغل واحد عايز يتعاقد معايا بدون ذكر اسماء، هو بلوجر وربنا يفكها عليه. واحد عايز يتعاقد معايا على شغل ان هو هيديني على كل فيديو 5000 جنيه. 5000
في الفيديو، طلع ريتش ما طلعش ريتش هو ملوش فيه، ولو كنت عايز ازيد كنت طلبت. بس ايه الفكره؟ قال لك هنديك لوجو صغير كده لمده 7 ثواني، هتحطه تحت في اخر الفيديو بتاعك كده وارفع الفيديو، وقبل ما تنزل الفيديو فلوسك هتكون عندك في حسابك. انا محتار، نراضي طب ما نروحش. طب اللوجو ده بتاع ايه؟ اللوجو ده حاجه مروج لحاجه حرام. لما سالته وبحثت لقيته حرام شرعا الناس انك تعمل بيه. بس ده ممكن يظهر في وسط الاعلانات بتاعتك في سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب، بس دي حاجه خارج عن ارادتي، انا ماليش فيه. بس انك تحطه بايدك ده حرام، و7 ثواني يعني كده انت ممكن ما تاخدش بالك منه كده، وخدت ايه 5000 رفضت، وخلاص الراجل بيحول لي الفلوس وهو الكتاب اللي رفضته. بس هل معنى كده ان ربنا ما عوضني؟ لا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ربنا رضاني بثمن التعاطي اللي انا بعمله ده بحاجات ياما خالص، ده اعلانات عملتها للناس. انت قصدك اكونتات البيت والحاجات زي كده، او كانت ده اكونتات الاكس بيت والحاجات اللي مثلا، ما مش عايز اقول اسمه عشان ما يعملوش ترويج ليه. هو ده مش يعني نحط بس اللوجو تحت صغير كده وناخد 5000، ولو عايز 7000 هناخد، ولو عايز 10000 هناخد. بس هنا المبدأ بيهاجم ده، بيهاجم مين؟ انت راجل طالع دلوقتي في كل فيديوهاتك بتقول لك صلى على النبي، واهم حاجه صلى على النبي. حلو. لا بتاع هلس ولا بتنشر صور مثلا خادشه للحياه ولا الكلام ده، بتفيد الناس على قد علم. اتعلمت حاجه بتعلمها وخلصت القصه. عندك محل بتعمل حاجه 2 3 4 فيه وخلصت القصه على كده. وهتاخد يا عم 5000 جنيه وبتاع، ما رضيتش. ما حرام. ليه؟ زي ما قلت لك انا حاطط الايه قدام مني كده، ايه مبروزه اللي انا كنت فيه وبقيت فيه. ومن يتقي الله يجعل الله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صحيح. انا ما كنتش متخيل ان الناس تحبني والناس تيجي تتصور معايا. صحيح. ده في موقف بقى طريف كده حصل معايا. ايوه. موقف كده انا في واحده اتطلقت بسبب فيديو من الفيديوهات بتاعتي. تخيل. احكي لي. اقسم بالله وجابت لي هديه كمان، جابت لي هديه عشان هي اتطلقت. دي حاجه كويس. تقول كنت في رمضان وزحمه شغل فصورت الناس ونزلت على الصفحه عندي. جوزها شاف الفيديو اللي هي واقفه بتشتري مني حاجه، بتشتري وما فيش حد يعني هي بعيده عن الناس، هي واقفه على جنب. واقفه على جنب. فانا طلعتها معايا في الفيديو. جوزها شافها جامد خناقه اتطلقت، وجات وجابت لي هديه، جات لي متشكرين وانا مش قاصد. انا زعلت وقلت لها انت اتطلقتي؟ والله قلت له والله اتطلقت، بس انا ما كنتش حباه وما كنتش وكنت فرحان. يعني هي اتطلقت عشان خاطر انت طلعتها معاك في الفيديو؟ بس ثانيه، عارف الثانيه دي اتطلقت فيها. كانت قصه. انا قعدت نبص في موقف نضحك، وقعدت راجع الفيديو بقول طب انا ممكن طلعتها بطريقه غلط او ما خدتش بالي، والله ما في حاجه. طلع عادي بتشتري. طلع عادي بتشتري، وطلع يعني قعدت مديني 10 جنيه بس، ايه ده بس كده 10 جنيه بس، 10 جنيه بتمديني ده كده. الطلع انا شلت الذنب وزعلت فعلا، بس هي مبسوطه، هي فرحانه، فرحت الست طلقتها من جوزها. طلقتها من جوزها. موقف جامد، موقف غريب جدا، موقف طريف. طيب احنا في نهايه الحلقه النهارده، طبعا انا عايز اقول لك ان احنا فعلا بجد كنا مبسوطين قوي. ده شرف ليا والله. يعني مش انا بس، لا كمان كل التيم اللي معانا في ارت اتاك مبسوطين قوي ان انت معانا. ده شرف ليا والله. انت بجد حد يعني حقيقي قوي. انا دايما انا قلتها لك اول ما تقابلنا، انت حقيقي قوي يعني. الحمد لله. وتلقائي وزي ما الناس بتقول في قبول، في عندك قبول بتاع ربنا، دي بتاع ربنا سبحانه وتعالى. وده رزق ربنا بعته، ربنا يوسع عليك. فانا هو عشان ربنا عارف انا مريت بايه وانا جوايا ايه. انا الحمد لله نحب الخير للكل. والله العظيم ده اي حد يسالني على اي حاجه ما كنتش نجاوب عادي. ليه؟ انت مش هتاخد حاجه من الرزق. صحيح. ولما حد يسالني على حاجه بدله عليها بما يرضي الله، ما نخدعكش ليه؟ الدنيا كلها بسيطه وسهله. ربنا يوسع عليك. ما بنحقدش على حد، انما ما بنبصش لفلان ده عمل ايه ونروح نعمل زيه. لا، انا ابدا بنفسك واعمل نفسك وشوف نفسك. صحيح. بس دي كل الفكره والله العظيم اللي احنا ماشيين بيه، وماشي على ربنا وسايب على ربنا.
ربنا يوسع عليك الله ويوسع يخليك. رزقك، وسعداء جدا بيك، انا سعيد بإن والله يا انت استاذ كنت موجود معانا. انا سعيد والله. حقيقي والله، حبيبي ونورتنا حبيبي يا نورتنا. استاذ احمد، ربنا تسلم، يخليك. ربنا الله يخليك، يخليك. ربنا يخليك. الله يعز. في نهاية حلقتنا يا رب نكون أسعدناكم. كنا مع ضيف جميل والناس كلها بتحبه. فعلا بجد أمتعنا، وفعلا بجد كنا مستمتعين بيه. شكرا ليه، وشكرا ليكم على متابعتكم لينا. واستنونا المرة الجاية في حلقة جديدة وضيف جديد. وباي باي.